تخيل معايا المشهد. المدينة المنورة من أكتر من 1400 سنة. الناس عايشة ببساطة، البيوت من طين، والليل بينوروه بمصابيح الزيت، والأطفال بيلعبوا في الطرقات. جو كله هدوء وأمان. لكن وسط ده كله كان في بعض الحيوانات اللي وجودها مش بس مصدر إزعاج، لأ، وجودها معناه خطر حقيقي على حياة الناس. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو رحمة للعالمين أمر بقتلهم من غير ما يكون في أي حرمانية. وده مش معناه إن الدين أسوأ على الحيوان، بالعكس، الإسلام مليان رحمة بالحيوان وبالإنسان. لكن في أوقات معينة الرحمة بتكون بحماية الإنسان من الخطر المباشر. العلماء سموا الحيوانات دي الفواسق الخمس، ودي كانت استثناء من قاعدة الرحمة، لأنها كانت مؤذية لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقتلن في الحل والحرم، يعني سواء في مكة أو المدينة، في الحج أو في غيره، في أي مكان وأي وقت. خلينا ناخدهم واحد واحد ونشوف ليه تحديدا. وأول واحد فيهم الفار. الفار شكله ممكن يبان عادي وصغير، لكن خطره زمان كان مرعب. بيوت زمان كانت بتنور بالمصابيح اللي شغالة بالزيت، والفار ساعات بيقع في المصباح أو بيوقعه برجليه وهو بيجري، واللي بيحصل البيت كله يولع في لحظة. تخيل بيت كامل فيه أطفال وأسرة ممكن يتحول رماد بسبب فار صغير، غير طبعا الأمراض اللي بينقلها. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. ندخل على العقرب. العقرب كائن صغير لكن سمه بيقتله، ولسعته مؤلمة لدرجة ممكن تموت إنسان في لحظة، خصوصا في مجتمع وقتها ما فيهوش مستشفيات ولا إسعاف زي دلوقتي. وجود عقرب تحت فراش طفل أو في جلباب واحد نايم. وهنا أحب أقول لك يا غالي، قبل ما نكمل باقي القصة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. نكمل ونوصل للغراب الأبقع. ده غراب لونه أسود لكن فيه ريش أبيض في جسمه. الغراب ده كان بيعتبر مصدر أذى، ومش بس لأنه بياكل زرع الناس وبيض الطيور التانية، لكن كمان بينشر القاذورات وبيسبب فساد في الأرض. وجوده حوالين البيوت والمزارع كان مصدر إزعاج وخطر، وعشان كده اتذكر من الفواسق الخمس. بعد كده عندنا الكلب العقور. المقصود مش أي كلب، لأ، الكلب العقور يعني الكلب المفترس الشرس اللي بيهاجم الناس ويؤذيهم. زمان ما كانش فيه أدوية أو مستشفيات، ولو كلب عض واحد ممكن يعرض حياته للخطر أو للموت بسبب العدوى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيم جدا بالكلاب العادية اللي ملهاش أذى، لكن النوع العقور اللي بيهاجم البشر بلا سبب أمر بقتله عشان يحمي الناس من شره. آخر واحد معانا هو الحدقة. طائر غريب الشكل شوية، لكن مشكلته إنه مؤذي بشكل غير متوقع. الحدقة كانت بتيجي تخطف الأكل من إيد الناس أو من قدامهم، والأخطر إنها ساعات كانت تشيل حاجة مولعة بالنار وتطير بيها، ولما تسيبها تقع في مكان تاني ممكن تسبب حرائق ضخمة في البيوت اللي كلها مبنية من طين وأخشاب. شوف قد إيه الحيوانات دي كل واحد فيهم خطره مختلف. واحد يولع بيت، واحد يقتل بلدغة، واحد ينشر قاذورات، واحد يفتك بالناس، والتاني يولع الدنيا كلها. عشان كده الأمر بقتلهم ما كانش أسوأ، بالعكس كان رحمة بالناس وبالمجتمع كله.